بيلاقي نفسه مطارد ومتراقب وفي شخص بيحاول يقتله. لا هو عارف مين اللي بيعمل فيه كده ولا بيعمل فيه كده ليه ولا اللي ماتت دي راحت فين ولا أي حاجة. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ريل دراما. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن فيلم فولوينج. بطلنا سمسار عقارات عايش في ظل كل اللي حواليه، شخص غير مرئي بالنسبه لهم بس مصدر ثقه، بيستمتع بمراقبه كل اللي حواليه وخصوصا العملاء بتوعه، بيحب يعرف ادق تفاصيلهم واعمق اسرارهم. هو ما بيأذيش حد لكن ما بيقدرش يقاوم فضوله، فاكر انه في امان على طول. لكن في مره من المرات اللي فضوله بيغلبه فيها بيدخل شقه عميله عنده وبيلاقيها مقتوله، وبيتحول في لحظه للمشتبه فيه الوحيد. حياته بتتقلب في لحظة الجحيم، بيلاقي نفسه مطارد ومتراقب وفي شخص بيحاول يقتله. لا هو عارف مين اللي بيعمل فيه كده ولا بيعمل فيه كده ليه ولا اللي ماتت دي راحت فين ولا اي حاجة. بيبقى عامل زي الفار في المصيدة وبيلاقي ان كل اللي عمله في حياته بيترد له اسوأ. فولوينج مش بس فيلم جريمة وغموض، ده رحلة نفسية بتوريك ازاي الفضول ممكن يتحول لهوس، ومثال حي المثل ومن الفضول ما قتل. لو ما شفتوش الفيلم انصحكم تتفرجوا عليه فورا لانه واحد من امتع افلام الجريمة والغموض اللي شفتهم مؤخرا. مستني رايكم في الكومنتات وترشيحاتكم واستنوني في حلقة جاية.